سبحانك يا غاية سؤل السائلين، سبحانك يا أقصى طلبة الطالبين، سبحانك يا أغنى رغبة الراغبين، سبحانك يا ولي الصالحين، سبحانك يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات برك متعرضون، وبحبلك الشديد معتصمون، وبعروتك الوثقى مستمسكون. إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، انقاد كل شيء لعظمتك. إلهنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون. إلهنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله الواحد الأحد، وأنت الغني عن الشريك والولد. نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله، أنك أنت الله البارئ الخالق المصور، الكل مخلوق بإرادتك، الكل حي بقدرتك، الكل ميت بمشيئتك. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء. إلهنا أنت الدائم ولا دائم سواك، أنت الباقي ولا باقي غيرك. إلهنا ضل من كان على سواك اعتماده، وخاب من كان في غيرك أمله. إلهنا تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك، وتنزهت يا سيدنا عن أن يستغاث بغيرك. إلهنا إن لم نعذ بك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ. إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا، نشكو إليك معاصي كبلتنا، نشكو إليك آثاما أوحشتنا. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. إلهنا ما حق لمن استعصم بك أن يخذل، وأنت رازقنا وأنت موجدنا. لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك. إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أغنياء، وتعلم ضعفنا وهواننا لديك، وإن كنا في نظر عبادك أقوياء، وتعلم تقصيرنا في طاعتك، وإن كنا في نظر عبادك أتقياء. إلهنا إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا ضائعا إلا عدته، ولا مريضا أو محسودا أو معيونا أو ممسوسا أو مسحورا إلا شفيته، ولا شرا داخل جسادنا إلا أخرجته وأبعدته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو ولدا صالحا يعينه على أمور دينه ودنياه، اللهم يا ربنا ويا خالقنا هب له ما يريد، هب له ما يريد، هب له ما يريد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا، واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب، واجعل الإسلام نورا لبصائرنا. اللهم وارزقنا اليقين وحسن الظن بك، وثبت رجاءك في قلوبنا، واقطع رجانا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك. يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا، ألطف بنا، اللهم ألطف بنا يا رب العالمين. اللهم املأ صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء، واسدد فقرنا وثبت حجتنا، وأذقنا حلاوة مغفرتك، وارزقنا بحبوحة جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة التي هي من أواخر الليالي المرجوة، يا كريم يا رحيم، وقفنا بين يديك بذنوبنا، وقفنا بين يديك بمعاصينا، وقفنا بين يديك بتقصيرنا. اللهم يا ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك، اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا نحسن الظن فيك فلا تخيب رجانا، فلا تخيب رجانا. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا عتقها وبركتها وهداها وغناها وفرجها وتوفيقها برحمتك يا أرحم الراحمين. وما أنزلته فيها من بلاء وشر وفتنة وهم وغم ومرض فاصرف عنا وعن المسلمين، فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه، من المقبول فنهنيه،
ومن المطرود فنعزيه. يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم يا حي يا قيوم، من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم، فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه، وأن تكتب له أجر قيامه، وأن تكتب له أجر دعائه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه وهو في قبره. يا رب العالمين، إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة: ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالا. اللهم ارحمنا بدموعنا، وارحمنا بانكسارنا، وارحمنا بذلنا، وارحمنا بافتقارنا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، ولا تطرد من هذا الجمع أحدا. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات والبنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا من حوضه الشريف، اللهم واسقنا من حوضه الشريف. اللهم لا تصرف وجهك في القيامة عنا، اللهم لا تصرف وجهك في القيامة عنا، وأقر أعيننا في القيامة بالنظر إليك نحن ووالدينا، نحن ووالدينا. اللهم اجعل خير أعمارنا وآخرها، وخير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم واغفر وارحم لمن سمي بهذا الجامع اسمها، اللهم واغفر وارحم لمن سمي بهذا الجامع اسمها. اللهم ارفع درجتها في عليين، واجمعها بوالدها في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وبارك لمن بنى هذا الجامع وشيده، اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في ولده، اللهم بارك له في ماله، واختم لنا وله برضوانك. اللهم يا ربنا واهد النساء المسلمات، اللهم واهد النساء المسلمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم يا ربنا واجعلهن هاديات مهديات، بالصحابيات مقتديات، وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم يا ربنا وقهن التبرج والسفور ومنكرات الأخلاق والأهوام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل يا إلهنا من خذل الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بمن يقتلون المسلمين، اللهم عليك بمن استحلوا دمانا، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربنا وكن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وانصرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا وابسط الأمن في بلاد المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان، اللهم تول أمرهم بنفسك، أنت أعلم بحالهم منا، اللهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم وآو طريدهم، اللهم وأمن خائفهم، اللهم وأطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجزه عنا خير الجزاء، واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.